حفظ الإله حفظ الإله كرما. أورد الزين العراقي واردا في مورده العلي وروى حفظ الإله حفظ الإله كرمة لمحمد حفظ الإله حفظ الإله كرمة لمحمد أباه الجلسون لاسمي أباه الجلسون لاسمي يا مهيمن يا سلم يا سلم سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلم يا سلم سلمنا والمسلمين للنبي خير الآلام وبأم المؤمنين للنبي خير الآلام ولأم المؤمنين. وأستمح الله تعالى يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خطط الخطاء والخطا وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقري ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلال واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوي فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السريع ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء ابن
قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية وما فوقه جناني كما جنح إليه الكثير ابن مالك ابن مالك ابن مالك ابن مالك ابن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله وسلم ذكر الله تعالى ابن مضرب بن زر بن عدل بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده لنا بالسنة السنية وأصله إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأمان وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسيء إلى الذبيح إسماعيل إلى الذبيح فأضل به من عقد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته الملتقى ناسب تحسب العلا ناسب تحسب العلا قلدانها نجومها الجوزاء قلدانها نجومها الجوزاء يفتحوا الجنة لا إله إلا الله يفتحوا الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فدعك السهولة وفخر أنت فيه اليتيمة العصماء واكرم به نسب ظهره الله تعالى من صفات الجاهلية